السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الأعزاء والأكارم في حلقة جديدة من حلقات صائغ الحروف لتعليم الخط العربي. بداية بشكر حضراتكم على حسن المتابعة ومشاركتكم للفيديوهات، وأتمنى من الله أن يكون عملنا خالص لوجه الله ولتعليم من أراد أن يتذوق هذا العلم وهذا الفن. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله قبل بس ما نبدأ أتمنى أن كنتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. هنكتب يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، وهنبين علاقة أو شكل حرف الباء أو الياء أو التاء بالحروف. طبعا الباء والتاء والباء والتاء والساء دول شكل واحد، اللي هو حرف الباء بتاعنا اللي هو ده. ممكن برضك هو الت وهو الس. احنا هنكتب الحرف ده في جملة ونشرحه مع شرح بقية الحروف بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نكتب نقول يومئذ واخدين بالكم يا جماعة من حركة القلم، يا ريت تركزوا قوي مع حركة القلم. بس تحدث أخبار أها بأن ربك أوحى لها. طيب ماشي، نشتغل بقى. يوم يوم اليه هنا حضراتكم زي ما انتوا شايفين هي عاملة زي الدال، يعني حرف الدال اهو. تبقى السنة دي مايلة. احنا اتفقنا ان حرف خط الرقعة دايما بيبقى فيه درجة ميل. يعني انا بكتب الالف كده بدرجة ميل لليمين او لليسار كده. فانا لما باجي اكتب الحرف الب او اليه او الت في اول الكلمة بجعلها مايلة برضك كده حركة. يعني لو خدت انا خط مستقيم يبقى فيه هنا نقطة وهنا نقطة وهي ما بين النقطتين بالشكل ده، كأني بعمل علامة الايه الفيلمية. بس طبعا ما بعملش النقطتين، بتبقى بمعنى اصح معكوفة او نايمة، السنة بتاعتها نايمة على الحرف الواو اهو. تلاقي دي كده نايمة على الجزء ده كده، مغطية مايلة للجزء ده. واتفقنا ان الواو انت الجزء ده كده اهو مثلث لفوق وبتنزل وبتبين الراس بتاعتها، ومجرد خط صغير كده والشرطة دي الشطف ده احنا كده بننفذ الواو. طب الميم هي نفس دي كده بس العكس. يعني انا الواو هنا بعمل دي كده،
لا، الميم اهي العكس بتاعها، بكمل المثلث بتاعي من هنا كده. طب انا بنزل الحرف اللي بعد كده ازاي؟ لو الحرف زي عليه همزة او نون او ايا كان، احنا هننزل بالهمزة. السنة اللي عليها همزة باخد اهو، بس هي حركة زي كده. يعني لما بعمل دي كده اهو، الدال اهو، وبطلع كأني بطلع بألف بس ما بكملهاش قوي. الدال بقى اللي هي النقطتين دول ما بيجيبش من تحت، لا بتيجي من هنا، بتبقى أعلى من الجزء ده شوية. هنا الهمزة وهنا النقطة. طيب لو هي بعديها ح، لو ت أو ب، هنا تحدث ت بعدها ح، دي كده اهي اللي أنا بعملها، بس أنا بنزل بالحركة دي كده. المفروض إن هي هي أصلها أنا بعمل دي كده وبنزل كده، صح؟ طب هي بعدها ح، لا أنا بعملها كده بس بنزل بيها الناحية التانية وبعمل الحا بتاعتي. واحنا اتكلمنا عن الحا كأن واخد بالك من الخط ده كده، هنعمل قصاده خط تاني اهو. انا باخد الحا بالمنظر ده، ولما اجي ارجع اكملها برجع كده، بحيث ان انا دي كده لو هنا قفلت تديني شكل لين. بحدث وبكمل، بطلع كأني طالع ألف بس ما بكملش، وبجيب خط كده يبقى بكتب ايه؟ تحدث. وادي الثاء. الألف هنا احنا قلنا الألف هو خط مايل للدرجات، ما يوصلش للآخر من الحرف من الخط للخط، بس برضك ما يوصلش للآخر. يعني هي دي بتبقى دي قاعدة ان هو ما يوصلش لآخر الايه الخط. طبعا اولادك او انت بتعلم الولد او كده ممكن يوصله، المهم ان هو يجيب شكله مظبوط صحيح. لو خدت خط مستقيم يبقى هو مايل الناحية دي اهو، ده خط مستقيم هو مايل. وادي الهمزة بتاعته. الهمزة بتاعته عبارة، احنا قلنا يا جماعة الهمزة هي رقم 2 والشرطة دي، رقم 2 والشرطة دي اهو اهو. علموها لأطفالكم، أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. طيب احنا قلنا بردك الخاء هنا اهي، لو حطينا احنا خط هنا مستقيمين كده جنب بعض عشان تبقى بسهولة اهو. ادي الخاء، حركة كده حركة كده حركة كده وعكسها، بطلع بالألف بتاعتي. الراء قلنا هي نفس الجزئية دي الحركة دي، الشطف اللي هنا ده هو اللي في الب، هو اللي في الدال، هو اللي في الراء اهو. أخبارها. طب الهاء احنا قلنا الدال اهي اهي، بس انا الدال بجيبها كده، لا انا هطلع بيها كده. يبقى الهاء عبارة عن الشطف بتاعي، بكمل لبره، بعمل مثلث جوه، وباخد نقطتين لبره وبطلع بالألف، وبطلع بالألف. طيب بأن احنا قلنا بردك ادي اهي، دي الباء الدالية. الباء الايه الدالية اللي هي تبقى عبارة او شكلها شكل اللي بتيجي في اول الكلمة، الباء او التاء او الساء زي الدال اهي المفردة. تمام. بأن ربك، بأن ادي الباء، وبطلع بالالف بتاعتي
وادي بردك الدال، وبكمل العكس بتاعها عشان اعمل النون. ربك بجيب اول جزء، بنزل بميل درجة 45 درجة، وبشطف القلم بتاعي في الاخر شطفة بسيطة كده. ربك الدال، الباء الدالية اهي، وبطلع بالالف هي باجي من هنا مش باجي من هنا، وبعمل الكاف بتاعتي 2 شطف. واخد بالك من حركة القلم؟ الأوحى ادي ألف، همزة، الواو احنا قلنا مثلث لفوق، وبنزل بالراس بتاعتي معكوفة، وبنزل درجة 45 درجة، بعمل كده ادي الواو. عامة برضك انت لو عايز تزود جمال فيها بتطمس نص الايه، نص الواو. الحاء شرحناه هنا ونشرحها تاني اهي، خط كده اهو، موج اهو، وبعدين باجي هنا كده واخش العكس. لو كملت كده هنقفل عين ماشي، بس هنا دي اوحى، المفروض ان دي كده اهي، باجي كده بعدها ياء، احنا هنا بعديها الف، بعديها باء اهي، اما بعديها ياء باجي كده. الجزء بتاعي بيبقى نازل لتحت، مفيش بقى ايه، ما بطلعش كده، باجي كده وباجي بالياء. ممكن لو بعدها برضك ر، نفس الحكاية اهي، وممكن تيجي كده. يبقى ادي الحاء لما يكون بعدها حروف نازلة تحت السطر. أوحى لها، اللام بتاعتي بنزل بالاتصال بتاعي للهاء والفيونكة اللي احنا قلنا عليها وشرحناها قبل كده، وإن شاء الله هنعمل عليها حلقة تانية ومشتقاتها برضك. بطلع بالقلم بتاعتي لفوق لحد هنا. أرجو إن أنا أكون قد فدتكم، وأرجو إن انتوا تشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. ولو كان في تأثير فمن نفسي، وإن كان وفقني ربنا فهو من عنده عز وجل. وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.